حقق فريق ريال مدريد فوزا مثيرا على حساب نظيره شتوتغارت بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دور الدوري من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي شتوتغارت بدون أي نقطة. بداية الشوط الأول من المباراة كانت جيدة من جانب شتوتغارت، الذي كاد أن يفتتح النتيجة في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن كورتوا أبعدها. ثم سدد ميلوت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها بجوار القائم، وبعدها سدد لاعب شتوغارت قوة، لكن كورتوا واصل تألق في الدقيقة العاشرة، وبعدها سدد مبابي كرة سهلة بين أحضان الحارس. وفي الدقيقة الرابعة عشرا سدد لاعب شتوتغارت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كورتوا أبعدها. ثم أهدر ستيلر هدف محقق بعد تألق كورتوا، وبعدها سدد مبابي كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها بصعوبة. ثم كاد شتوتغارت أن يسجل هدفا أول بعد تسديدة ارتطمت في كرفخال، ثم ارتطمت في العارضة إلى ركنية لم تستغل. وكاد ريال مدريد أن يخطف هدفا في الدقيقة 30، لكن الحارس المدافع أبعدها بصعوبة، وبعدها احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح روديجر، لكن قام الحكم بإلغائها بعد استعانته بتقنية الفيديو في الدقيقة 35. ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. مع بداية الشوط الثاني سجل كيليان مبابي هدف التقدم لريال مدريد بعد كرة عرضية من رودريجو حولها مبابي بسهولة في الشباك، وبعدها سدد فينيسيوس كرة قوية لكنها في العارضة، ثم أبعد كورتوا تسديدة خطيرة في الدقيقة 59. ثم كاد شتوتغارت أن يسجل هدف التعادل، لكن الكرة أبعدها كارفخال إلى ركنية سجل من خلاها دينيز أونداف هدف التعادل في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 84 سجل ريال مدريد هدف ثاني عن طريق أنطونيو روديغر بعد ركنية نفذها مودريتش وحولها برأسية في الشباك، وبعدها أهدر فينيسيوس هدف محقق بعدما تألق الحارس من أمامه الدقيقة 94. ثم سجل إندريك هدف ثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء 3-1.